جماعه انا قررت ادلعني من الاخر. الشهر ده شهر عيد ميلادي، وقررت ان انا مش هجيب لنفسي هديه، ده انا كل اسبوع هجيب لنفسي هديه. هنتقم لكل اعياد الميلاد اللي فاتت اللي ما كانش حد بيفتكرني فيها. فانا السنه دي مش عايزه حد يفتكر عيد ميلادي، انا فاكراه من اول الشهر اهو. انا عيد ميلادي لسه اخر الشهر 28، من اول الشهر اهو كل اسبوع هجيب لنفسي هديه احلى من الثانيه. فتعالوا معايا نشوف اول هديه هجيبها ايه. داخله دوجلاس مش مستخسره اهو، هصرف عشان تبقوا عاملين حسابكم. المهم يا رب بس البراندات اللي انا هجيبها ان شاء الله ما تكونش مقاطعه، لازم طبعا اسريش عليها باذن الله ما تكونش مقاطعه، لاني نص مقاطعه جوه ابن اللذينه. فيلا بينا نشوف هنجيب ايه. واحنا بنشتري كده تعالوا هقول لكم ان انا ما ينفعش ادلعني لوحدي، انتوا حبايب قلبي بعيدا عن الهزار انا بحبكم جدا والله. فقررت اني انا اكسب معايا كل اسبوع حد من متابعيني هديه حلوه، بس بشرط يعمل شير للفيديو ده ويمنشن 5 من اصحابه او اللي يعرفهم على الفيديو ده في الكومنتات، ويعمل لايك وبس كده. وان شاء الله هختار حد من الكومنتات كل اسبوع وابعت له هديه لطيفه قوي على بيته، بس بشرط تاني يكون في مصر عشان اعرف اتعامل، يعني لان في مصر عارفه شركات الشحن، عارفه طريقه الشحن، عارفه كل حاجه في مصر، فمش هعرف اتعامل في دوله تانية. فان شاء الله هختار منكم حد في الكومنتات وهيكسب هديه لطيفه بمناسبه عيد ميلادي. المهم دي الحاجات اللي انا اشتريتها يومها، كانت من نارس وهدو بيوتي، والبراند التالت ده اللي انا مش عارفاه بس سريشت عليه على نوثان كثاب وطلع مش مقاطعه، فتوكلت على الله وجبتهم. وده كان سعرهم مش رخاص قوي وفي نفس الوقت مش غاليين قوي، لسه البادجت اللي انا حاطاه للهديه دي لسه متاح فيه. فقررت بقى ادخل كاديفي، اللي عايش في المانيا هيعرف يعني ايه كاديفي، ده مول الاغنياء فقط، البراندات اللي بجد بقى. يلا دلعي نفسك يا بنت، محدش واخد منها حاجه، لو ما كنتش انا هدلعني مين هيدلعني؟ المهم بعد لف كتير اخترت ان انا اشتري البرفيوم ده، ريحته كانت خطيره وانا برشحه لاي حد بيحب البرفيوم الكلاسيك. المهم اشتريته وقلت دلعي نفسك يا بنت، ما تحرميش من نفسك من حاجه، بس خلاص كفايه دلع بقى، نروح بقى نلم نفسنا، نطلع بقى نلم نفسنا ونروح على مين؟ على حبيب قلبنا روزمان كان في وش كاديفي، فرحت دخلت عنده عشان اكمل باقي الحاجات اللي انا محتاجاها. وانا بختار الحاجات تعالى هقول لكم ايه فكره الفيديو. انا بقالي تقريبا سنه او سنه ونص بحاول احب نفسي اكتر، بحاول اقدر نفسي، لان زي ما قلت لكم قبل كده ان انا كنت طول السنين اللي فاتت بخلي نفسي اخر حاجه حرفيا، يعني باجي على نفسي عشان خاطر اي حد، اهم حاجه الشخص اللي قدامي يبقى مبسوط. ودي مش حاجه كويسه، لان انت لو ما بداتش تحب نفسك وتقدرها غيرك مش هيقدرها، لان من الاخر كده ما حدش بيتمر فيه، ونفسي تستحق مني ان انا احبها واقدرها. تعالوا المهم هوريكم انا اشتريت ايه من روزمان بعد اللف ده كله. اول حاجه جبت باليت اي شادو، ماسكارا، روج، ايلاينر، نيل بوليش، 3 نيل بوليش، ما هو بيورو ونص يا جماعه، فاونديشن لليومي، برايمر، مثبت حواجب، فيكسنج سبراي، برونزر، اخر حاجه كانت اللي هي الجولدن باتس دي اللي هي تحت العين. وطبعا ما نسيتش كتكوت ماما وجبت له لبن اهو عشان تبقوا عارفين، هخليكم شاهدين اهو، ما بقدرش انساه، بجيب له دايما معايا، كل ما بشتري حاجه لازم بشتري له معايا عشان ما حدش يقول انت بتنسي ابنك وبتجيبي لنفسك وانت جبت له اهو علبه لبن بحل. المهم بعيدا عن الهزار هختار من الكومنتات زي ما قلت لكم حد يكسب هديه ان شاء الله. هي ايه بالظبط خليها مفاجاه، بس ان شاء الله الاكيد انها هديه هتعجب. انا هنا خرجت لقيت الدنيا بتمطر، قعدت ادعي كتير ليا وليكوا عشان تبقوا عاملين حسابكم، بجد دعيت قلت يا رب اي حد يعمل شير للفيديو ده يخش الجنه، لاني فعلا طلع عيني في التصوير والله. المهم انا هنا كنت مبسوطه بالهديه اللي جبتها لي قوي، بجد ربنا يخليني ليا والله، مش عارفه لو من غيري كنت هعمل ايه.